تحت ضغوطات كبيرة في أكبر دوريات الأوروبية على المستوى الفردي، وكذلك حقق البطولة الأكبر في القارة الأوروبية دوري أبطال أوروبا. ضياع أمر يفسر صابر، وعمر مرموش كذلك يلعب في مانشستر سيتي. تفسير وتعليق من صابر. والله التعليق، عايز أقول لك إن أنا كنت حابب أتكلم في الموضوع ده أصلا، بس أنا تابعت المباراة كلها وأنا موجوع، وزاد وجعي في ركلات الترجيح. الحقيقة ما كنتش عايز أتكلم في الموضوع ده أساسا، بس أنا لم يعني لغاية دلوقتي ما فقتش من الصدمة، فاعذرني. ضربات الترجيح انصدمت قبل النهاية تقصد؟ من صدمة الجمهور، من صدمة الجمهور ورد فعله وتعامله. انت بتتكلم عن المستوى الجمعي، يعني انت ما بتتكلمش عن خطأ فرد ولا 2 ولا 100 ولا 1000 ولا 2000 ولا 10000 ولا 20000. فأنا مصدوم، أنا لسه لغاية دلوقتي. بس أنا يعني عملا بما قاله سيدنا محمد رسول عليه الصلاة والسلام، إنه يعني إحنا أحيانا لما بيكون في زمن فتنة فالقائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. فأنا مش عايز أتكلم في الموضوع، إنما ما عرفتش أتابع ضربات الترجيح إلا من خلال المنظور دوت. في النهاية لو هتتكلم كورة، ضربات الترجيح توفيق وعدمه، كل لعيبة العالم بيضيعوا، محمد صلاح أو غيره كله بيضيع، وكانت الحظوظ مارادونا ضيع وميسي وكريستيانو كل العالم وباجيو. طبعا باجيو 94 ركلات الترجيح. انما زي ما بقول لك، انا المباراه انا ممكن ابني عليها، لانه احنا عندنا لعيبه كويسه، لعيبه جيده تقدر مبسوط من الاداء طبعا بنسبه كبيره، لانه احنا دايما احنا كشعب عربي كمان، مش هقول شعب مصري بس، احنا بنحب نلعب كوره. وكان غضبي الكبير وغضب الجمهور المصري كله في المباراه الماضيه ان احنا ما لعبناش كوره. صحيح السنغال فازت في اللحظات الاخيره، انما احنا ما لعبناش كوره. فانا عايز العب كوره قدام اي فريق وقدام اي منافس، وبعد كده نفس اليوم لو لعب امام السنغال وخسران. انا ما اقدرش الوم عليك يا مشاري اذا لم توفق، ما اقدرش الوم عليك في هذا الجانب، انما لكنك تحاول محاوله جاده. اذا لم تقدم المردود المطلوب، ده اللي انا اقدر الوم عليك فيه. ولذلك لومنا من قبل على المنتخب المصري، والنهارده بنشيد بيه. صحيح مش الاشاده الكبيره، ولكن على الاقل يستحق بعض الاشاده. باجو من مات واقفا في ضياع ركله الترجيح في كاس العالم مونديال 94 في امريكا امام البرازيل. في لاعبين كثار اساطير اضاعوا ضربات الترجيح وضربات الجزاء وما الى ذلك، وما لمهم احد. اليوم ربما كان المنتخب المصري يستحق نهايه افضل من هذه بالنظر لما أعطاه وقدمه خلال المباراة، لكن لما تجي على ضربة الترجيح، خاصة أن حسام حسن دفع بلاعبين اعتقادا منه هذو اللي كيجيدوا اكثر تنفيذ ضربات الترجيح، وابرز لاعبين المحترفين اضاعوا ركلات الترجيح. ولكن هما الاثنين شوف القدر كيف اراد. على كل حال لا يمكن لا نلوم محمد صلاح ولا ايضا مرموش في انهم اضاعوا على منتخب مصر هذه الميداليه البرونزيه او المركز الثالث، لانه اللي ضاع خلال المباراه، واللي ضاع خلال المسار كان ممكن أنه يكون أفضل مما كان أن نشاهد منتخب مصر. وبطبيعة الحال لو أنه، وأعيد وأكرر، لو المنتخب مصر لعب بذات الطريقة اللي لعب بها اليوم، مفتوح وأعطى للاعبيه القدرة على التعبير على أنفسهم ذاتيا وجماعيا، فرديا وجماعيا أقصد، كان ممكن يكون المآل أفضل من هذا بكثير. نعم. الشيء بشيء يذكر كذلك في ركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا، جوزيه مورينيو أعطى الاختيار لأفضل الأسماء، كريستيانو أضاع ركلة جزاء ترجيح، وكاكا وراموس، فهذا أمر موجود. لكن نعطي حق لاعبين نيجيريا وكذلك حارس مرمى نيجيريا في تألقه في تصدي ركلات الترجيح. بالطبع هي ركلات الترجيح فيها اختصاص، راهو فيها جانب صغير من الحظ، لأنك تحضرهم، الناس تتمرن عليهم، تتدرب عليهم. ولكن أنا نعتبر وأنه حتى في ركلات الترجيح نتاع الفريق المصري فما رمزيه، وانه اللاعبين المحترفين اللي هما يقودوا القاطره الفريق المصري، اللي هما رموز الفريق المصري، اللي هما حتى على الميدان هما اللي في الواجهه، هما في الامام مرموش ومحمد صلاح ضاعوا، وما نسجلوا اللاعبين اللي نتاع البطوله المحليه، واحيانا المدافعين ايضا. بالطبع مدافع رامي ربيعه عمل كاس افريقيه من اروع ما فما، وصابر كان من اول الناس في اول حصه قال وين رامي ربيعه، للامانه معناها الناس مش الناس تعرف. اذا اليوم راهو مؤشرات الفرح بالنسبه للفريق المصري، او مؤشرات التفاؤل اكثر من مؤشرات انه خسر المرتبه الثالثه او الميداليه البرونزيه، لانه فما لاعبين
شبان، فما لاعبين هبطوا للميدان، فما لاعبين عطاوا عطاء كبير، فما اسماء ربما لو كانت موجوده، لو اعطيناها الثقه قبل ذلك، مش نعطيو ثقه للاسماء فقط. ساعات راهو الاسماء وحدها الاسماء الرنانه ما تصنعش فريق، ساعات اللاعبين الصغار اللي ما تنتظرش منهم حاجه كبيره معناها. حتى الاهم من الاسماء يا فتحي اذا سمحت لي تحرر اللاعبين داخل ارض الملعب، التحرر الفني ادانا شكل، انما احيانا بيبقى انك تكتف لاعب او تكتف منظومه بشكل عام بيكون له تاثير سلبي على الاداء، وخصوصا اذا كان امام منافس قوي يقدر يستغل هذه او هذا التكتل الدفاعي. صحيح. من هذه السلبيه الى ايجابيه. حسام، تعرف اسم كبير في نيجيريا، كانو. نعم. المهاجم كانو، نعم. اسم كبير كانو، اسم كبير. اليوم احتفالك كان مختلف كانو. نتابع الاحتفال؟ نتابع الاحتفال يا حسام؟ لا 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 لا, لا. نتابع الاحتفال. لنرى الاحتفال، نشاهد الاحتفال. نشاهد كانو نشاهد الاحتفال. انا اشجع كوشا. تعليقك يا حسام، تعليقك اولا على كانو. اولا كلنا نعرف انه كان لاعب كبير، نجم من نجوم افريقيا، وخاصه هذا الاحتفال، وخاصه ليس في الدفاع فقط، ولكن نعرفه قوته في الهجوم. نعم. هذا ايضا هذا شيء مهم، لان كلنا نعرف ان منتخب نيجيريا لم يتأهل الى كأس العالم، ولم يكن قادر ان يتأهل ايضا الى النهائي، لكن هذا يبدو ان الحالة المعنوية والروح والخبير في المنتخب او في نيجيريا يقوم بتشجيع الاخرين. هو اسم كبير، وهذا شيء مهم جدا. نعم. لان سيلعب دور كبير في البطولات المقبله. هذا يدل ان هناك تجمع وتآلف وروح الفريق، ان النجم الكبير يحترف مع النجوم ويحتفل مع النجوم الحاليين. اذا كثيره هي الايجابيات، وكذلك هذا الاحتفال المعبر أن يبنى على هذا صحيح العمل وتحقيق البرونزية من أجل مستقبل غريب لأفضل على مستوى منتخب نيجيريا، وكذلك التنافس في مختلف البطولات. صحيح. هذاك علاش قلنا المقابلة هامة، معناها خاصة شوف معنويا نيجيريا مروحين في الأبطال. نيجيريا مروحين أبطال. نحتفل بالطبع لأنك تنهي مشوارك ولو بضربات الجزاء، تنهي مشوارك بنتيجة إيجابية، تنهي مشوارك ومعنوياتك مرتفعة. أنا نتصور نفس الشيء بالنسبة للمنتخب المصري، لأنه هزيمة في الأخير بضربات الجزاء، ولكن المؤشرات الإيجابية كبيرة وكبيرة جدا. أنا مشكلتي وين؟ أنه نبني على المؤشرات الإيجابية، ما نرجعوش من بعد عادة حليمة لعادتها القديمة ونرجع لنفس الأسماء ولنفس الأسلوب ولنفس العقلية. اليوم المنتخب المصري محرر، في المقابلة النصف النهائي كان مكبل. إذا كيبدا محرر المنتخب المصري ينجم يقدم الأفضل. نتابع معكم مدرب منتخب مصر حسام حسن، ماذا قال بعد ركلات الترجيح وتحقيق منتخب نيجيريا البرونزية. نتابع. النهارده كمان عايز اقول لكم حاجه، احنا كان ناقصنا مثلا من لعيبه تيم بحاله، نص تيم بحاله. يعني لو اي حد تعرض للموقف ده بدايه من يعني 7 لعيبه النهارده، اقول لك سيبك من منعم ما كانش معانا، لكن انا بكلمك على ياسر ومحمد حمدي وفتوح ورامي ومروان وصلاح محسن. اللي هم توقفوا بالليل، يعني هم توقفوا بعد العشاء، يعني بعد التمرين عملنا التكتيك وعملنا التمرين ورسمنا ان اذا كان صلاح هيلعب صلاح محسن او مروان، واشتغلنا وعملنا المحاضره. عملنا المحاضره، فعرفنا بالليل خالص يعني قبل ما ننام
يعني قصدي كان عندنا وقت ان احنا الناس تعرف عادي اوقف اللي انت عايزه اعمل طبعا، لكن في نفس الوقت احنا جاهزين لكل حاجه. وانا ما اتفاجئتش يعني، لان انا عندي محضر اللعيبه بتاعتي، لكن الغيابات اللي كانت موجوده النهارده كانت ممكن